تعالوا نعمل مع بعض طريقة الفراخ. احنا معانا فرخة اهي، هنقطعها على 6 قطع ونعملها. تعالوا نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل معاكم فرخة. انا جبت فرخة 2 كيلو وربع، قطعتها على 6 قطع. سبت الورك بحاله اهو. شايفه انا نضفتها ازاي، مفيهاش اي حاجه. هي انا غسلتها بطماطمايه وليمونه في الاخر، عشان الطماطم والليمون ده ما بيخليش زفاره في الفراخ ولا في السمك ولا في اي حاجه تبقى زفر. قطعتها، هنتبلها معاكم. معنا التتبيله هي انا فرمت قرنين شطه، واحد اخضر وواحد احمر، وتوم وكمون وشطه تانية ناعمه، ومعلقه بهارات ناعمه، ونص معلقه كاري، ومعلقه ملح، وبصلتين مبشورين. وهنقلب كله مع بعضه كده. هي الفرخه بتاعتنا دي النهارده هتبقى مشطشطه شويه، حراقه. الاكل المشطشط، الاكل المشطشط بيفتح النفس ويخلي الاطفال تاكل اكتر، وتبقى مبسوطه بيه كده. معنا الفرخه هنا هنتبلها. لازم التتبيله تفركيها كويس في الفرخه علشان تشرب منها. اهي هحط جواها كده دي الصدرة، بعد ما تبلناها هنحطها فين؟ هنحطها في الصينية. انا الصينية هي قطعت فيها بطاطساية وبصلاية طماطماية، وحطيت فيها ورق لورو وعود قرفة وحبهان تحت الفرخة عشان يديها طعم جميل. وهنحط الفرخة كده في الصينية. فرخة ما شاء الله كبيرة، عشان كده انا قطعتها 6 قطع. اهي باقي التتبيله نحطها عليها، وهنسيبها 3 ساعات في التتبيله دي، وبعدين نحطها في الفرن لمده ساعتين على درجه حراره 180. جربوها هتعجبكم اوي. شوف الفراخ طلعت معانا هي من الفرن جميله، شكلها جميل، مشويه، مش احتاجنا زيت ولا نحمر ولا اي حاجه. اهي جميله جدا. افتح حته اوريكم. اهي شايفين مستويه وجميله. جربوها تعجبكم، واعملوا لايك عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.